صفات المدرب الرياضي الناجح؟ اولا he must lead by example، يكون مجرب على نفسه. كيف يعني شخص بده يحكي عن الرياضه وهو ما بيعمل رياضه؟ انا بديش، انا بحترم كل الاشخاص بكل الدومينز، بس انه كيف شخص بده يحكي عن شغله وهو جسمه منه ظابط؟ حضرتك ممكن تتمرني عن شخص جسمه منه ظابط؟ اكيد لا. ما في ثقه يعني. مين الثقه؟ من وين تيجي الثقه؟ من المعركه ومن براكتس، من التجربه. صحيح. فصفات، اول شيء شخص يكون مجرب على نفسه، ثانيا يعني يكون دارس شغله، ثالثا يكون صحيح. طبقها على غير اشخاص. حطيت عوامل اذا مش موجودين بالشخص في نقطه، في علامه استفهام. مظبوط. فالشخص بيكون درسها علميا، مدخل الساينس، ما بدخل رايه. ما في لك انا برايي احلى اكله هي الدجاج، مش رايي، في ساينس، بنشوف الدراسات شو بتثبت، شو هو الجسم الصحي، كيف نهتم بجسمنا، كيف نقلل نسبه الدهون، شو هن العناصر الاساسيه لازم كل شخص ياكلها بنهاره، من فيتامينز، من مينرالز، من دهون، من نشويات، من بروتين. بشوف الساينس شو بقول، الشخص يكون دارس، ثاني يكون مجرب على نفسه وملاقي نتيجه حلوه، ثالثا مجرب على كتير اشخاص لحتى يكون فاهمين شو عم بيعمل. فهو اذا مش موجودين في شيء غلط 100%. sometimes سامر بنلاقي كوتشيه بالمدربين بالاحرى بالنوادي بيقولوا للشخص اللي عم يتدرب مثلا عملوا هيدي الحركه بهيدي الطريقه، احيانا بينعطب. يعني هيدا المدرب الخاطئ. مزبوط. يعني هيدا كتير في خطر على صحته وعلى جسمه. ابسط يعني مثل، اذا شخص اجى لعندي وقال لي سامر انا كان عندي ديسك من سنه، بس اليوم صحتي مثل الحديد وفي يعمل تمرين اللي بدك اياه، اذا انا ماني دارس فوته بخليه يتمرن مثله مثل غيره. طيب اللي عنده ديسك في له اذا عنده ديسك يعني علميا حركات الفقرات ضاغطين على صحيح. الديسك، والديسك ممكن يطلع لبرا، فكل شيء اوفر هيد مثلا، كل شيء فوق الراس ممنوع. كل شيء فلكشن واكستنشن للمعده، يعني عم تحرك العمود الفقري كمان ممنوع. كل شيء روتيشن مثلا ممنوع. فاذا انا مش دارسهم مسموح. اول شيء مسموح نقوي عضلات المعده، الكور ماسلز، بس بطريقه ستاتيك بلا ما يحرك. يعني مثلا البلانك والسايد بلانك، واحد بيعمل بلانك عم بيقوي المعده بلا ما يعمل روتيشن ولا فلكشن واكستنشن. تحرك بالكتاف رايح جاي ممنوع. يعني هي العمود الفقري اي شيء في ضغط عليه من فوق ممنوع. فاذا شخص